حضرتك بالرغم من خطورة الموقف اللي حضرتك حكيته لنا بالنسبة للمشيمة المتقدمة والمشيمة الملتصقة، وحضرتك قلت لنا ان في بعض الاجراءات بتلجأ الى عملية استئصال الرحم كامل عشان ايقاف النزيف، هل يعني ده السائد ولا الاغلب ان شاء الله ان الحالة ممكن بتعدي بالرحم بتاعها ممكن تحمل بعد كده؟ لا طبعا احنا عايزين نطمن الناس. هو طبعا في السنين الأخيرة تم تطوير التقنيات اللي بنتم نتعامل بيها لإيقاف النزيف في حالات تمام. المشيمة المتقدمة والمشيمة الملتصقة. وهو يعني الشيء المفصلي في الموضوع أو حجر الزاوية إن الطبيب يبقى داخل عارف إن الحالة دي حالة مشيمة متقدمة، وعامل بلان كويس على حسب مكان المشيمة وعلى حسب هي ملتصقة ولا لا فعلا، وعلى حسب السيدة دي عملت عمليات جراحية قبل كده قد ايه وعندها كام بيبي تمام. او كام طفل. هو هيدخل يعمل ايه، بيعمل تقييم شامل للحالة وعارف هو هيعمل ايه بالظبط. طبعا يعني من 30 سنة ولا من 40 سنة كان أسوأ شيء ان الطبيب يواجه بالامر ده جوه العمليات من غير ما يكون محضر دم، من غير ما يكون فاهم كويس هو هيعمل ايه. وده طبعا قبل تطور أجهزة الموجات فوق الصوتية اللي هي لها الفضل الكبير بعد ربنا سبحانه وتعالى في اكتشاف المشيمة المتقدمة وتقييم. عشان ابقى محضر نفسي لاي مفاجأة. لا في حالات كتير بتعدي من غير استئصال رحم الحمد لله. ايفن في حالات بتعدي من غير نقل دم كمان. فعلا في حالات بتعدي من غير نقل دم لو تم تقييمها صح وتم عمل الخطوات بترتيب مظبوط.